تعد أمراض الاعتلالات العضلية العظمية أمراض مهنية، حيث وفق آخر إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لسنة 2023 تم تسجيل نحو 3500 حالة إصابة بهذا المرض، والذي يمثل قرابة 90% من جملة الأمراض المهنية، موضوع على أهميته تم تناوله بالدرس خلال المؤتمر الوطني 11 لطب الشغل. اللي يتعرض المؤتمر هذا إلى مواضيع هامة، منها الاعتلالات العظمية اللي هي الأمراض الأكثر مصرح بها في القطاع الخاص. تقريبا 90% من الأمراض المهنية هي الاعتلالات العظمية، اللي هي أمراض مهنية عندها أكثر من 10 سنوات تحت المرتبة الأولى في الأمراض المهنية المصرح بها من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإحصائيات السنوية اللي هبطها. دونك في 2023 قلنا أكثر من 3500 حالة مرض اعتلال عضلي أو عظمي ناتج عن العمل، هو يمس شريحة معينة من العمال اللي هما في عمل متواتر في جهد كبير وفي شركات معينة وأصناف عمل نسميه travail à la chaîne. ومن أهداف المؤتمر التحسيس والتباحث مع كافة المتدخلين في الصحة والسلامة المهنية حول مختلف الأمراض المهنية وكيفية التكفل بها. من أهداف المؤتمر هذا زاد كيف هو تحسيس كافة المتدخلين في الصحة والسلامة المهنية لضرورة وجود تغطية طبية في طب الشغل لكافة العمال التونسيين في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، على خاطر للأسف تقريبا 65% تبلغ التغطية الطبية. العديد من المؤسسات الصغرى ما عندهاش تغطية طبية في طب الشغل، وهما معناها اللي أكثر معرضين للمخاطر المهنية، بالأخص قطاع البناء. والحق الأساسي لكل عامل أنه يكون العمل متاعه حق أساسي تم إقراره من منظمة العمل الدولية 2023، أنه العامل يكون في إطار العمل متاعه والمحيط متاع العمل متاعه آمن وصحي. دونك ولا حق أساسي للعامل، والدور الكبير للنواة اللي موجودة في داخل المؤسسة المتكونة من طبيب الشغل، من تقني الصحة والسلامة المهنية، مسؤولي الصحة والسلامة المهنية، ومن الممرض الصحة والسلامة المهنية. النواة هذه اللي في وسط المؤسسة يعينوها أطراف البرة من المؤسسة باش تحاول في المحافظة على صحة العامل وبالتالي صحة المؤسسة. وبهدف تبادل الخبرات شارك في فعاليات المؤتمر الوطني لطب الشغل ممثلون في مجال طب الشغل من دول إفريقية وأوروبية ومغاربية. التحدي اللي خص المجتمع في تونس أو في فرنسا أو في المغرب أو في أي بلد، نتمنوا باش العمال يكونوا بصحة جيدة ويكونوا في واحد السلامة وفي واحد الوقاية وواحد الإمكانيات باش يحميوا نفسهم من مثلا الصداع، من الغبرة، من جد المواد الكيماوية وزيد. ويتواصل المؤتمر الوطني لطب الشغل على مدى يومين.